ما كانوش مصدقين اللي كل الكمية دي ب3 معالق بس من الكريم جانتيه، وسر التماسك الفظيع ده من غير جيلاتين. بس من بعد الفيديو ده هخليكي تبقي أستاذة فيه وتقتنعي كمان. أول حاجة معايا 1.5 كوباية من الحليب أو اللبن على حسب ما تسموه في بلدكم. نزلت بقى كده عليه بمعلقة هرمية من الدقيق، هدوبها كويس جدا، وبنفس المعلقة هنزل بمعلقة كبيرة من النشا، وهبتدي برضو ان انا اقلبهم كويس جدا. هاخدهم كده بقى على النار لغاية لما يعملوا لي خليط اتقل كده من خليط المهلبية شوية. هفضل ادوب فيه واحطه في التلاجة لغاية لما يسقع. كوباية بقى كده مية ساقعة، وبعد كده هنزل عليها بكوباية من السكر العادي، مش شرط يكون سكر بودرة، و3 معالق بالظبط من الكريم جانتيه. وهنزل بقى كده بخليط المهلبية اللي احنا عملناه مع بعضينا. هنا بقى كده شكله بعد ما دخل التلاجة وقعد حوالي ساعة. هنزل كل الخليط والمكونات بتاعتي كلها مع بعضها. هنبتدي بقى كده نعملهم بمضرب البيض. طيب احنا ما عندناش مضرب بيض، تقدري تعمليه في المفرمة بتاعت اللحمة، هيديكي نفس النتيجة برضو، او في الخلاط. هفضل اضرب فيه لغاية لما يجي معايا بصي يعني كده حوالي ربع ساعة بالظبط ضرب. هتلاقيه كده تضاعف معاكي وحجمه تضاعف واداكي فوم وتقل جدا جدا زي ما انتي ما شايفة في الفيديو كده بالظبط. بس اهم حاجة ما تزهقيش كده وانتي بتضربي. هياخد معاكي من 10 دقايق لربع ساعة بالظبط، وهيديكي بقى خليط تقيل ومتماسك زي ما انتي ما شايفة كده بالظبط. طيب لو انتي بقى عايزة الخليط بتاعك بالشوكولاتة، هتزودي معلقة واحدة بس من الكريم الكاكاو الأسباني الخام. أنا بحب جدا الكاكاو الأسباني في شغل الحلويات. زي ما انت ما شايفة التماسك قد ايه ده كده بالظبط بعد ربع ساعة ضرب. هيديكي بقى أحلى كريم جانتيه متماسك لكل جميع الحلويات. ومن الفيديو ده للفيديو الجاي هسيبكم في رعاية الله.